أهلا بيكم. النهاردة في مطبخ ليليان هنعمل مع بعض تشكيلة من الساليزون من عجينة الملفية أو الباف بيستري. أنا اشتريت باكج من الباف بيستري اللي هي بتبقى متقطعة قطع كبيرة، مش المربعات الصغيرة. أنا بحب أجيب النوع ده علشان أعرف أشكله براحتي. طبعا عجينة الباف بيستري موجودة في كل السوبر ماركتس، تعرفوا تجيبوها. هنبتدي أول حاجة نجهز الحشوات بتاعتنا. أنا معايا أول حشوة من الجبنة الكريمي، وكمان فلفل سبايسي، زيتون، جبنة فيتا وبيضة، دول كده مع بعض هنعمل منهم حشوة. كمان معانا روست بيف وهوت دوجز، وهنجيب معانا بضاية وسمسم وحبة البركة، دول هنستخدمهم علشان ندهن الوش بتاع العجينة، وكمان هنستخدم البضاية ان احنا نلزق العجينة في بعض. هنبتدي نجهز حشوة الجبنة مع الفلفل السبايسي والزيتون، وحطيت الجبنة الفتة. ممكن تحطوا اي جبنة تانية مالحة، انا عايزة حاجة تملح طعم الحشوة شوية. وحطينا البضاية ورشة من الفلفل الاسود. البيض هيخلي الحشوة بتاعتنا تمسك مع بعض، اول ما تدخل الفرن ما تخرجش من العجينة. وهنقلب الحشوة لغاية ما تبقى كريمي جدا. هنبتدي ناخد اول شيت من العجينة ونضرب البيضة بتاعتنا كويس، علشان زي ما قلنا هنلزق بيها اطراف العجينة. وهنبتدي نشكل في القطعة اللي معانا. انا هقسم اول شيت على 3 شرايح طوال، وبعد كده هقسم كل واحدة على 3 مربعات. وحاولوا وانتوا بتقطعوهم تظبطوا شكل المربعات، عشان لما نيجي نقفلهم مع بعض يقفلوا ويبقى شكل المثلث او الشكل اللي هنعمله يبقى مظبوط. وطبعا مهم ان احنا نشتغل بعجينة الباف بيستري وهي تكون طالعة من التلاجة ساقعة، علشان على ما نحشيها ونشتغل فيها، انتوا عارفين ان فيها نسبة زبدة كبيرة، فعلشان ما تسحش منكم. هنبتدي ناخد اول مربع وهنحط معلقة من حشوة الجبنة، وبالفرشة هندهن طرف المربع بتاعنا بالبيض، وهنطبقه علشان نعمل شكل مثلث. وطبعا البيض هو اللي هيقفل العجينة، واهم حاجة ان احنا نضغط كويس قوي بصوابعنا وكمان بشوكة علشان نتأكد انها ما تفتحش وهي في الفرن. وحاولوا تخلوا الحشوة بتاعتكم في النص بالظبط، ما تخرجش على الاطراف علشان برضو ما تفتحش منكم في الفرن. ده اول شكل اللي هو شكل المثلث. انا بحب عجينة الباف بيستري قوي لانها ممكن نعملها باي حشوة انتوا عايزينها. انا عملت النهاردة حشوة الجبن، ممكن تحشوها لحمة مفرومة معصجة، ممكن كمان تتحشي فراخ مقطعينها مكعبات وعاملينها مع بصل وفلفل. ممكن كمان تتحشي حشوات حلوة زي نوتيلا، او ممكن حشوة التفاح اللي بتبقى شبه الابل باي بتاعت ماكدونالدز. ممكن كمان تحشوها بشوكولاتة وتلفوها زي ميني كرواسون كده. ممكن كمان تحشوها مربى، ممكن ترشوا على العجينة سكر وقرفة وتلفوها رول كده وتقطعوها. حشوات كتيرة قوي بتليق معاها. هنعمل شكل تاني. خدنا معلقة من حشوة الجبنة وهنبتدي نتني طرف المربع بتاعنا لجوه كده، ونحط عليه بيض ونتني الطرف التاني عليه. شايفين شكله عامل ازاي؟ ونقفل الحتة اللي في النص دي، نضغط عليها كويس. هوريكم واحدة تانية. بنحط الحشوة في النص بالظبط، ونبتدي نتني طرف واحد على النص ونحط عليه البيض، ونقفل الطرف التاني عليه. ممكن كمان تحطوا زيتونة او حاجة في النص. الشكل دوت بيبقى لطيف قوي بعد ما يستوي. دلوقتي هنعمل شكل تاني وحشوة تانية من الهوت دوج. خدنا شريحة طويلة كده من عجينة الباف بيستري وحطينا جواها الهوت دوجز. هندهن الطروف بتاعتها بالبيض ونبتدي نلفها كويس قوي ونضغط واحنا بنلفها، والقفلة بتاعتها نقفلها كويس بايدينا، ونبتدي نقطعها قطع بايت سايز كده، مش كبيرة قوي، على قد الاكل يعني. واستخدموا سكينة تكون حامية وانتوا بتقطعوها، وقطعوها بالراحة علشان ما نبططش الرول واحنا بنقطعه. طبعا كل الاشكال اللي بنعملها نكون مجهزين صينية عليها ورق من الزبدة، مش دهنينها اي حاجة، ونحط عليها القطع ونسيب مسافات بينهم عشان هي لسه بتتنفخ اول ما تدخل الفرن. هنبتدي نجهز دلوقتي شكل تاني من العجينة. انا قسمت الشيت التانية المرة دي بالنص بالظبط، وهدهن وش العجينة كله بالبيض، وهاخد من خليط الجبنة اللي احنا عملناه وهنفرده على كل قطعة العجين، هنغطيها كلها. بعد كده هاخد الروست بيف وهحطه فوق الجبنة، يعني واحدة فوق واحدة كده لغاية ما نغطي كل العجينة. وبعد كده هنرول العجينة رول ونضغط كويس واحنا بنلفه. دايما دي خطوة مهمة علشان يبقى الرول شكله متماسك كده واحنا بنقطعه بالسكينة. طبعا اتأكدوا ان هو مقفول كويس من تحت، وبرضو بالسكينة هنقطعه على
شرايح مش تخينة قوي، عايزين كل القطع بتاعتنا تقريبا تبقى قد بعض. حشوة الجبنة مع الروست بيف بيبقى طعمها حلو قوي. هناخد النص التاني من العجينة ونحط عليه شرايح من الجبنة الشيدر، وبعد كده هنحط عليها شرايح الروست بيف وهنلفها بنفس الطريقة اللي فاتت. احنا بس غيرنا نوع الجبنة، وطبعا ما ننساش نحط البيض علشان اول ما تدخل الفرن البيض ده هيقفل كل الاطراف مع بعض فمش هتتفتح منكم. زي ما انتوا شايفين العلبة الواحدة من الباف بيستري طلعت لنا كمية كبيرة من الساليزونات، وحلو كمان ان انتوا ممكن تجهزوها قبلها بيوم وتغطوا الصواني زي ما هي كده ببلاستيك راب وتحطوها في التلاجة، وتاني يوم لو عندكم بقى عزومة او مناسبة تطلعوها من التلاجة يدوبك تدهنوها بس بالبيض وتسووها، طبعا بيوفر وقت كتير. انا دهنت كل وش العجينة بالبيض وهبتدي احط خليط السمسم وحبة البركة لو بتحبوه، لو مش عايزين بلاش، وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 200 حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة. زي ما انتوا شايفين شكلهم يجنن وطلعوا كمية كبيرة. الساليزونات كلها طالعة هشة ومقرمشة وشكلها زي ما انتوا شايفين. وزي ما قلت لكم جربوا حشوات تانية، حشوة فراخ، حشوة لحمة، حشوات حلوة، كلهم بيطلعوا حلوين قوي. جربوها وقولولي رأيكم. أشوفكم في وصفة تانية. Thank you.